بسم الله الرحمن الرحيم. 30 يونيو، الحلقة الثانية من 30 يونيو أمريكية. زي ما قلت في الولاية حصلت فيها في المدينة اسمها بولينجتون. مدينة أمريكية حصل فيها انتخابات. كان بيحكمها حزب محلي، كان زمان مسموح بأحزاب صغيرة كده. وحتى الآن حزب من البيض المتعصبين كانوا هم بيحكموا المدينة كده، وكانوا مانعين السود ينتخبوا يعني، وكانوا متحكمين في كل حاجة وعنصريين وما إلى ذلك. وبعدين آه، السود بقوا الاغلبيه وبقوا معاهم بيض متعاطفين معاهم، وقالوا لا مش معقول هنسيب الجماعه المتعصبين دول هم يحكموا في انتخابات جايه، لا ننظم نفسنا ونخش الانتخابات. طبعا دول هنتجننوا لان عارفين ان السود اغلبيه، فحاولوا يمنعوا السود يروحوا الانتخابات ويعملوا مش عارف ايه. لكن المهم الانتخابات تمت وفاز السود بالانتخابات وعينوا، انتخبوا عمده من بينهم بيحكم المدينه. يسكتوا بقى الجماعه البيض دول. مدينه اسمها ويلمنجتون. يسكتوا الجماعه البيض دول المتعصبين؟ لا، عملوا ايه؟ انقلاب. كانت معاهم السلطه ومعاهم الاسلحه، جابوا منظمه اسمها كوكلوكس كلان. دي منظمه معاديه للسود، منظمه ارهابيه، منظمه ارهابيه لانها كانت بتقتل السود. بيلبسوا ابيض كده وبيعملوا دي اسمها منظمه ارهابيه. استدعوها فجم 600 واحد منهم بالسلاح وبداوا يعملوا مذابح مروعه. مذابح مروعه، قتلوا الاف السود واستولوا على الحكم. وعينوا واحد اللي هو كان العمده السابق هو العمده. خلاص. فانا زي ما قلت لك انا احرقوا مبنى صحيفه ويلمنجتون ريفيو، ومنظمات الخيريه التابعه للسود وكل الكلام ده. بلغت المذابح ذروتها عند تقاطع شارع برونزويك والشارع السادس، حيث قتل 28 شخصا، بينما سقط 9 آخرون قتلى في شارع هارتيت. وقتل 6 عمال في مش عارف في يعني. المهم قتلوا آلاف السود والمتعاطفين. لا، السود بس، ما قتلوش المتعاطفين لان دول كوكوكس كلان دول ما بيقتلوش غير السود، السود فقط. حاكم الولايه، ما المدينه دي جوه ولايه، لما عرف على حاكم الولايه ارسل فرقه من الحرس الوطني. ما هو في حاجه اسمها الحرس الوطني. الحرس الوطني ده بقى غير الجيش. الحرس الوطني ده مهمته حمايه الاهالي. الجيش ملوش دعوه، الجيش بيحارب الاعداء في الخارج، لكن في الداخل ممكن الاهالي يتعرضوا لهجوم منظم من قوى في المجتمع. فده وظيفه الحرس الوطني اللي هي عندنا الحرس الجمهوري. المفروض ده كان المفروض اول قرار يتخذه مرسي ان هو يعني ايه، يجعل تبعيه الحرس الجمهوري الى البرلمان، مش ما يبقاش مجرد فرقه من فرق الجيش. مش معقول. لان طبعا هيبقى رئيسه الاعلى مين؟ مين اللي هيسمع كلامه؟ هيسمع كلام رئيس الجمهوريه ولا يسمع كلام وزير الدفاع؟ لا، يسمع كلام وزير الدفاع، لان هو موظف عند وزير الدفاع. وفعلا قائد الحرس الجمهوري قال انا موظف في وزاره الدفاع، ده رئيسي هو وزير الدفاع، انا بسمع بس بتبع تعليماته. وهو عنده حق، ده الرئيس والمباشر ما يقدرش ما يسمعش كلامه. لكن كان المفروض ان الدوله في الدستور تقول ان الحرس الجمهوري ده جهاز عسكري مستقل مستقل ويتبع البرلمان مباشره. يعني بياخد تعليمات من رئيس البرلمان. مفيش رئيس برلمان يبقى رئيس الجمهوريه المنتخب لحين انتخاب برلمان، وهكذا. يعني شفته في فيلم ايام السادات. السادات اهم حاجه كانت عنده ايه؟ ولاء الحرس الجمهوري. فراح لليسي اللي هو رئيس الحرس الجمهوري وقال له يا ليسي انا هخش في مواجهه مع الناس دول، انت هتقف مع مين؟ فالليسي قال له انا هقف مع الشرعيه، مع سيادتك. خلاص. فهو لو كان الليسي قال له لا انا هقف مع وزير الدفاع ومع وزير الحربيه ومش عارف الناس دي، كان السادات ما عملش كل اللي عمله. لكن هو الليسي اختار الاختيار الصحيح، ان هو يقف مع السادات. بس هنا بقى مرسي افتكر ان ده هيحصل. لا، السادات كان كده او كده كان رجل عسكري، كان من ضمن المؤسسه. فالجيش وقف محايد، قال لك انا مالناش ده صراع على على القياده، احنا المفروض ما ده عسكريين ودول عسكريين، احنا مالناش دعوه. لكن انت مرسي لا، انت مش عسكري، وبالتالي فالجيش والحرس الجمهوري انحازوا للايه للعسكريين. دي حاجه منطقيه يعني. فارسل فرقه من الحرس الوطني لاستعاده النظام، ولكن الجنود البيض اللي في الفرقه دي رفضوا ان هم يتصدوا للناس دول. تخيل، بل انضموا ليهم. الحرس الوطني نفسه انضم للناس دول، زي عندنا الحرس الجمهوري لما انضم للانقلاب. حاجه عاديه جدا. الحاكم بتاع الولايه ايه ده؟ ايه ده اللي حصل ده؟ بعت لمين بقى؟ بعت لايه؟ لرئيس الجمهوريه، رئيس امريكا. رئيس امريكا كان اسمه ويليام ماكنلي.
قال لك انا دلوقتي يعني اقدر اعمل ايه اذا كان الحرس الوطني ما عرفش يعمل حاجه وانضم للبتاع؟ ابعت الجيش. قال لك كانوا لسه بقى ايه في عندهم يعني خايفين من موضوع الحرب الاهليه انها تتكرر تاني، كانت حرب مدمره ده مات فيها 750 الف امريكي، قعدت 4 سنين دمرت امريكا تماما. قال لك انا لو بعت الجيش للولايه ممكن الولايه تبدا تهاجم الجيش وهتبقى حرب وفي هتنضم لها ولايات تانيه، لان بقت عمليه بقى عمليه نفس مشكله الحرب الاهليه اللي هي السود ضد البيض. فقال لك لا انا ما اقدرش ابعت جيش ولا اتدخل، ده شأن داخلي حلوه بينكم وبين نفسكم، لاني كده ممكن احنا نخش في حرب اهليه. ده عنده منطق. وجد السود انفسهم عزلا ومن دون اي حمايه، فلم يبقى امامهم سوى الفرار او الاختباء. خلال ايام وخلال ايام غادر اكثر من 2000 اسود من ذوي البشر السوداء المدينه بلا رجعه، تاركين وراءهم بيوتهم واملاكهم وكل حاجه. بعد اشهر اجريت انتخابات جديده تم منع السود فيها من التصويت. انت رايح فين؟ اي واحد اسود رايح، انت رايح للجنه، انت رايح فين؟ مسكوه بيضربوه، امشي ارجع. ممنوع التصويت خلاص. فاز فيها الايه الحزب الديمقراطي اللي هو الايه المتعصب للبيض دوت، بجميع المقاعد المجلس كل يعني خد كل البرلمان. ومور رجع تاني ايه حاكم المدينه حتى وفاته، فضل فيها حاكم للمدينه لحد 1912 دون ان يحاسب اي من الجناه او تذكر مذبحه ويلمنجتون دي الا كصفحه مظلمه في تاريخ ابكم. اللي هنا اللي عايزين نخرج منه من القصه دي ايه؟ ان الديمقراطيه في حد ذاتها ما بتديكش مشروعيه، اللي بتديك مشروعيه معنويه فقط. لان الناس، الشعب اللي انتخبك ده مش كتله هيقدروا يبقى ليهم وجود مادي. دول زي رمال البحر، يعني رمل البحر ده كتير جدا لكن هل ليه قيمه؟ لا. لو انت وانت على البحر كده لما كنا اطفال كنا بنقعد نعمل بيوت كده ونعمل حاجات وبعدين تيجي موجه تشيله. الشعب كده زي ثوره، فين الملايين اللي كانت في ثوره يناير راحت فين؟ ليه ما بتدافعش عن الثوره؟ تفرقوا. طب الحل ايه في الحاله دي بقى عشان الشعب يبقى قوي ويقدر ينفذ ارادته؟ ان تتواجد احزاب شعبيه، تتواجد احزاب شعبيه قويه زي الحزب الديمقراطي في امريكا والحزب الجمهوري. يعني الراجل اللي هو الممداني ده، الممداني ده كان ممكن يحصل عليه انقلاب زي ما حصل هو في ويلمنجتون دي، لكن هو منه وراه مين؟ الحزب الديمقراطي. الحزب الديمقراطي هيدعمه لان هو جاي من اعضاء الحزب الديمقراطي ومترشح على قوائم الحزب الديمقراطي. هيدعمه وهيقف ضد اي هجوم عليه او اي انقلاب عليه. اذا ممداني ده مستند الى شرعيه الحزب الديمقراطي ووجوده في كل قريه في امريكا، في كل ما يعني عشرات الملايين اعضاء في الحزب الديمقراطي زي الاهلي والزمالك كده. فكل واحد مستند الى قوه. هنا هو انتخب لكن انتخابه في حد ذاته ما يضمنلوش استمرار في الحكم. لكن لان ممكن ترامب قال لك انا مش هديله تمويل ومش هعمل مش عارف ايه ومش عارف ايه، ما يقدرش ليه؟ لان الحزب الديمقراطي هيعترض في الكونجرس وهيقول له لا ومش لا، ومش هيوافق على حاجات كتير بيقدمها ترامب وبتاع، يعني ما هو محتاجهم برضه في حاجات كتير وهيهاجموه. يعني انا اللي انا عايز اوصل له ايه؟ ان الدرس ده ان لازم يبقى فيه الشعب ينظم نفسه في احزاب قوميه ضخمه، بس ما تكونش احزاب دينيه زي الاخوان، لان الحزب الديني ده بيفتح باب المشاكل. لان في ناس مش مسلمين يقول لك انا ده حزب انا ضده، حقه. لأن في ناس ملحدين، في ناس شيوعيين، في ناس علم، في ناس بيشربوا خمره وبيشربوا ويسكي وبيشربوا حشيش وبيشربوا بتاع، هينتخبوا اللي بيقول لك قال ما شفناش احنا واحده جت بيسالوها، انا فاكر شفتها على التلفزيون مشهوره جدا، واحده ست بتبيع خضار بتقول احلى حاجه عملوها ان هم مشوا بتوع قال الله وقال الرسول. في ناس كده. في ناس مش متدينه يا جماعه ودول بالملايين. انت في ناس متدينين صحيح لكن في ناس مش متدينين. احنا متفاجئين ليه؟ مش فاهم. في ناس مش متدينين مش عايزين حزب الاخوان. يبقى الحل هنا ايه؟ ان يبقى عندنا احزاب زي حزب الوفد. حزب الوفد ده كان بيجمع كل الشعب المصري، مسلمين ومسيحيين وشيوعيين واقب كله. احنا محتاجين حزبين في مصر زي حزب الوفد بيجمعوا كل المصريين بدون اي شعارات لا دينيه ولا عرقيه ولا طبقيه ولا اي شعارات. عايزين حزبين يمثلوا يبقى كل مواطن مصري ممكن ينضم لهم بسهوله. يعني انا مواطن مصري مسيحي اقدر انضم ليه، مواطن مصري ملحد اقدر انضم ليه، مواطن مصري متدين اقدر انضم ليه، نوبي اقدر انضم ليه، مش عارف ايه اقدر انضم ليه.